بمناسبة أسبوع القاضية كما سماه الكابتن شوبير على قناة الأهلي، أنا عايز بس أثبت في الأول ليلة 27 نوفمبر ليلة لا مثيل لها، ليلة صعب تتكرر تاني. الغريمين التقليديين أكبر ناديين في أفريقيا والأكثر حصولا على البطولات بيلتقيا فيما سمي بعد ذلك نهائي القرن. نهائي صعب يتكرر كتير، يعني في استحالة لتكراره. ممكن يتقابلوا قبل النهائي، يتكعبلوا في بعض في دور المجموعات، لكن ان هم يتقابلوا في النهائي فده حدث كان بيحصل لاول مره. اول لازم اسجل كده. لكن برضو الماتش ده انا على يقين ان هو اتلعب بره الملعب قبل ما يتلعب جوه الملعب، وان كان اخر حاجه في الجيم القذر اللي تعرض له الزمالك ده كان الجيم 90 دقيقه الماتش. لكن اللي حصل قبل الماتش احداث غريبه بتاكد لي لا، في حاجه غلط، في حاجه هتحصل. لما بلاقي ان المدير الفني المستقر كارتيرون وبعد اقصاء الترجي التونسي الزمالك قدم رساله للكل ان جاي ياخد البطوله. انا بطلع الترجي التونسي البطل السابق للنسخه، اوكي، حامل اللقب، بطلعه بالبطوله وباداء، وجاي بقى بلاعب الرجاء في قبل النهائي. بتفاجئ ان وقبل ما لاعب الرجاء في قبل النهائي بتفاجئ ان كارتيرون بيرحل في ظروف غريبه، في ظروف غامضه، مع انه الزمالك كان المرشح الابرز للقب، لانه هو عنده اقوى فرقه في افريقيا في الوقت ده، مفيش خلاف. فرقه فيها فرجاني ساسي وبن شرقي ومصطفى محمد وطارق حامد والونش، فرقه. فلما الاقي ان كمان بعد رحيل كارتيرون بفتره بيحل مجلس الاداره نفسه، بيطلع قرار بحل مجلس الاداره نفسه بتاع النادي. هل ده عامل مؤثر ولا ايا كان مين هو مجلس الاداره؟ مش هتكلم في اشخاص. انا مجلس اداره فريق بيحل قبل اهم ماتش في تاريخه، ثالث هام وده الاهم. المرحله الاخيره من الجيم القذر اللي اتلعب على الزمالك كانت عينات كورونا. لما الاقي مثلا ان في الاهلي بيغيب عنه اليو ديانج اللي كان اصيب اصلا قبلها ب5 ايام في ماتش مالي وطلع اول 10 دقائق، يعني هو اصلا اوريدي مصاب، وصالح جمعه اللي ما بيلعبش خالص، ووليد سليمان المعتزل. لما الاقي ان دول مثلا مستبعدين بسبب كورونا، والاقي في الزمالك الونش المدافع الابرز في افريقيا اللي ملوش بديل، حتى بديله الموجود مش بنفس الكفاءه، وبلاقي عبد الله جمعه الباك الشمال الوحيد في الفريق، وبلاقي كده كده اوريدي انا عندي حازم امام غايب مصاب، وبلاقي كمان اوباما لعيب العشرة اللي ملوش بديل في الفريق، اللعيب اللي بيتحرك بين الخطوط 3 لعيبه ما لهمش بدايل. في حين ان الاهلي، هل دي صدفه ان الاهلي مثلا يكون عنده صالح جمعه اللي ما بيلعبش اصلا خالص، وليد سليمان المعتزل اللي مبطل كوره من قبلها بسنه ولا سنتين، والاقي مثلا ثالثهم ديانج اللي اصلا مصاب مع منتخب مالي وما كانش هيلعب الماتش اصلا. فبالمره كده احط لي ديانج اهو يسندهم شويه عشان ما تبانش ان هي محبوكه يعني، لكن هي باينه يا كابتن، هي باينه. الزمالك اتعرض لجميع انواع المعوقات نهايه بعينات كورونا اللي خلت الزمالك دخل اهم ماتش في تاريخه مكسور الجناحين. بلعب باحمد عيد اللي عنده 19 سنه باك يمين، وبلعب باسلام جابر اللي عمره ما لعب باك شمال بلعبه باك شمال، هو لعيب متواضع اصلا. وبلاقي نفسي بغير من توليفه الفريق عشان احط شيكابالا جناح يمين اللي هو مكان زيزو اللي بيتالق فيه، وانزل زيزو ثالث على الدايره يلعب مكان اوباما، ولخبط كيان الفرقه كلها عشان الغيابات دي. فانا دخلت ماتش زي ده اهم ماتش في تاريخي منقوص، دخلت اهم ماتش في تاريخي بحاول ارقع واجيب لعيب من هنا احط هنا، في حين ان المنافس داخل بورقه كامل من غير اي ظروف، مجلس اداره مستقر، كله تمام، مدرب مستقر، كل حاجه تمام. وبرغم كده وبرغم اللي حصل، الزمالك طوال 90 دقيقه كان الطرف الافضل بشهاده الجميع، وكان الطرف الاوفر حظا طوال الجيم. قالوا قديما ان التاريخ يتذكر فقط المنتصر، فلماذا لا زال يتذكر الزمالك ليله 27 نوفمبر مع انه المهزوم؟ لان المهزوم ده يا سيدي كان هو الطرف الافضل، برغم كل اللي حصل له ده كان هو الطرف الاقوى طوال الجيم، كان هو الطرف الاكثر استحقاقا للماتش. لكن ربنا رايد ان احنا نخسر عادي، لا رد لقضاء الله. وهنروح بعيد ليه؟ عصام الشوالي في تعليقه على الماتش قال قبل جون قفشه بدقايق، قال لك الاهلي اليوم حضر باسمه فقط، اسمه فقط، يعني مفيش. وبرغم كده ربنا اراد ان الاهلي يكسب وخلاص، عدى وفات، والاهلاويه فرحوا حقهم يفرحوا. الماتشات دي هيقول لك بقى تكسب ولا تلعب والكلام ده، انا معاك في كل ده يا سيدي، ودي ليله انا عمري ما هنساها كمشجع يعني. لكن محاوله احياء الليله دي بعد 4 سنين وبالشكل الاوفر ده والايام دي بعد سوبر افريقيا بيؤكد ان جرح السوبر الافريقي حتى الان لم يلتئم في الجزيره، لم يلتئم. هو طبعا مش زي ماتش 27 نوفمبر، خلينا اكون منصف، هي ليله يعني ما فيش زيها ليله الصراحه،
لكن ربنا كان كرمه علينا كزملكاويه كبير، ان يعني ايه، كرمنا بماتش السوبر الافريقي عشان نقدر ننسى ونتخطى الليله اياها. فانا الصراحه زملكاوي فرحت جدا بماتش السوبر الافريقي، فرحه كبيره جدا. الفرحه دي نستني مراره خساره فاينل افريقيا. وانت لو انت عايز توصل لي وتقول لي بمحاولاتك البائسه دي لاعاده احياء اليوم ده بكامل تفاصيله انك انت دي مفيش زيها، يا سيدي انا مقتنع تماما مفيش زيها، بس انا ربنا ريحني وكسبت منك السوبر الافريقي. عوضني شويه، عوضني شويه عن خساره الليله دي. ومحاولاتك الكتير دي لاعاده احياء اليوم ده بكامل تفاصيله ومش عارفه والاحتفالات والكلام ده بياكد لي فعلا ان انا كان ليا حق في فرحتي دي، وان فعلا ليله السوبر الافريقي مش بنفس قوه ليله 27 نوفمبر، لكن هي قويه. وجعتك قوي يعني، وباينه في احتفالاتك الاوفر دي السنه دي. اشمعنى السنه دي؟ احنا قدامنا 3 سنين فاتوا ما عملتش كده ليه؟ كان اليوم بيعدي عادي، يوم 27 نوفمبر في مثل هذا اليوم حدث كذا كذا كذا، كانوا قالوا نفسهم نسيوا. فانت مهما عملت يا كابتن خلاص عدى وفات. انا كسبتك خلاص في افريقيا برضو، مسابقه قاريه وفي بطوله قاريه في اجواء حلوه وفي السعوديه، وماتش كان عالمي يعني، اجواء عالميه قصاد نجوم العالم كله، وغلبتك وعن استحقاق برضه. وكنت انا الطرف الافضل في الماتش، زي ما انا كنت الطرف الافضل يوم فاينل افريقيا، بس ربنا ما ارادش ان انا اكسب. عادي، ياما فرق لعبت ماتشات عالميه وخسرت عادي جدا. لكن لو التاريخ هيذكر في اليوم ده ان الاهلي كان هو البطل في اليوم ده، فالتاريخ برضه لازم هيذكر ان الزمالك برغم كل المعوقات دي، وبرغم حل مجلس ادارته، وبرغم رحيل مدربه بشكل مفاجئ، هروب مدربه بشكل مفاجئ، سدد شرط الجزاء وهرب، امين، وعينات كورونا اللي اطاحت ب3 لعيبه اساسيه في الفريق، ان الزمالك برغم كل ده دخل اليوم ده منقوص العدد، دخل بيلعب من غير باك شمال وباك يمين في اهم ماتش في تاريخه، وكان الطرف الافضل. فانا كزملكاوي مرضي. عشان كده في اليوم ده التاريخ مش هتذكر فقط المنتصر، يجب ان يتذكر ايضا المهزوم، لان المهزوم كان الاكثر استحقاقا للقب. لكن عادي، لا رد لقضاء الله، قدر الله ما شاء فعل، اللي حصل حصل. لكن انا عايز ااكد ان والله فعلا 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 ليله السوبر الافريقي يعني محت كتير من اثار ليله 27 نوفمبر. حيا الله ناصر منسي، وحيا الله كل واحد شارك في الليله دي، اللي خلتنا نشوف قد ايه جرح الليله دي لازال لحد دلوقتي جرح غائر في قلعه الجزيره. والدليل ان هم بيعيدوا احياء ليله انتهت من 4 سنين، ما كانوا بطلوا يحتفلوا بيها اصلا، لمجرد اثبات ان هي الليله اللي ملهاش زي. والسلام.